السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معي هذا الموقف. ليلة الكريسماس، طفلة عمرها 8 سنين سمعت باب بيتهم عم يندق، فقامت حتى تفتح الباب، ولما فتحته شافت شخص لابس لبس بابا نويل وفرحت، فكرته جايب لها هدية. بس قبل ما تلحق تعمل أي حركة، بابا نويل أو الشخص اللي لابس لبس بابا نويل بيطلع مسدس وبيقتل البنت الصغيرة. والأحداث اللي صارت بعد هذا الشي أبشع بكتير. وصح أنا قلت لكم تخيلوا هذا الموقف، لكن للأسف هي جريمة قتل حقيقية. بس ليش وكيف صار؟ لحتى نفهم التفاصيل كلها لازم نرجع لسنة 1963، وتحديدا على منطقة اسمها سان فرناندو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. شخص اسمه بروس باردو، ولأنه أبوه كان مهندس كان المفروض أنه يختص نفس تخصص والده، لكن قرر أنه يدرس علوم الحاسوب. وبروست كان شخص محبوب جدا، لأنه بحسب كلام أصدقائه أنه دمه خفيف كتير. وأكتر موقف يتذكروه أصدقائه هو موقف صار معه بيوم تخرجه من الجامعة. لما كان طالع يستلم شهادته أخذ معه دمية نفخ بحجم إنسان كامل وتنكر فيها وقت استلام الشهادة. طبعا هذا الشي صار بالثمانينات، فعادي يعني الناس كانت تعتبره مضحك. بعد ما تخرج مباشرة حصل على وظيفة سوفت وير انجينير، وبالشركة اللي توظف فيها تعرف على زميلة من زملائه بالشغل، وتزوجوا سنة 1988. يعني لما تسمع هذا الكلام رح تفكر انه كل الامور تمام، بس لما تعرف انه وقت عرسه ترك المعازيم وزوجته اللي تزوجها وهرب يوم عرسه، ومن بعدها كان مقضي حياته عونطة. مضي الوقت ووصلنا لعام 2001، وبهي السنة بروس تعرف على بنت اسمها إيلين وقرر يرتبط فيها. إيلين كان عندها ولد عمره 13 شهر أو سنة تقريبا، والمفروض انه لما ارتبط فيها كان موافق على وجود ابنها معه، والمفروض انه رح يهتم فيه مثل ما رح يهتم فيها. وللأسف بيوم من الأيام الطفل هذا بيتعرض لحادثة وبيوقع بالمسبح اللي موجود بالبيت، وكان على وشك انه يغرق، لكن لما طالعوه من المسبح وأسعفوه تفاجئوا بأنه إصابته كانت خطيرة جدا، والطفل انشل صار معه شلل نصفي. لما بروس سمع الكلام هاد بدل ما يوقف معهم ويساعدهم اختفى، ترك البيت وهرب، وما حدا بيعرف عنه أي شي. بعد 3 سنين يعني بسنة 2004 بروس تعرف على بنت تانية اسمها سيليفيا أورتيز. سيليفيا كان عندها 3 أولاد، وكانت معجبة كتير ببروس، وكانت تحكي للناس عن ظرافته وشكله الحلو والأشياء هي. بقيوا مع بعض فترة 2 تقريبا، وبسنة 2006 اتزوجوا واشتروا بيت ب500,000 دولار وسكنوا فيه مع بعض هن والولاد. اعتقد حاليا صار عندكم فكرة عن طبع بروس، ولازم تتوقعوا الشي اللي صار معه. الشي اللي صار انه بعد الزواج بروس تغير 180 درجة، وصار دائما يعمل مشاكل مع زوجته على اشياء تافهة كتير، وكمان صار يرفض انه يصرف على زوجته وولاده. قال لها خلي كل شي لحال، انتي بتصرفي على حالك وعلى اولادك وانا بصرف على حالي، وخلي الامور طبيعية. طبعا مع انه سيليفيا كانت مزعوجة كتير من هذا الموقف، ولكن عم بتحاول كانت تحل المشكلة، واتصلت بوالدة بروس على انها تحل لها المشكلة، لكن والدة بروس ما ساعدتها نهائيا، وقالت له بدك تتحملي هذا طبعه. بس الصدمة كانت انه الام قالت لسيليفيا انه للأسف ابني كان عنده ولد من وحدة تانية قبلك، وهذا الولد مريض وهو رافض يعتني فيه او يصرف عليه قرش واحد. يعني للأسف بروس خارج عن سيطرتنا وما لنا قادرين نعمل معه شي. طبعا سيليفيا كانت مصدومة لأنه ما بتعرف بقصة الزوجة اللي قبلها والولد. بعد ما سيليفيا عرفت كل هالتفاصيل كرهت بروس ورفعت عليه دعوة طلاق، وهالحكي كان سنة 2007. هون طلع لهم مشكلة تانية، واللي هي انه البيت اللي كانوا ساكنين فيه باسم بروس، يعني البيت ملكه. بعد ما رفعت دعوة الطلاق عليه قرر انه يطردها من البيت هي وولادها. حاولت سيليفيا تقنعه بانه يخليهم بالبيت شهرين بس، لانه بنتها الصغيرة بقيلها شهرين بالمدرسة وبتخلص، لكن بروس رفض وجمع كل أغراضهم ورماهم بالشارع وطردهم. ولما راحوا على المحكمة لحتى يكملوا قضية الطلاق، القاضي حكم بروس بأنه لازم يدفع مبلغ 1800 دولار كل شهر لسيليفيا،
كنفقة وفي كم غرض مثل خاتم الزواج وهي الأمور كمان كانوا من نصيب سيليفيا. وبعدها بشهور قليلة بروست قلع من شغله اللي كان عم يتقاضى عليه مبالغ كبيرة، لأنه حس عليه صاحب الشغل إنه عم يسجل على حاله ساعات عمل إضافي بدون ما يشتغل، يعني حتى بالشغل نصاب، حياته كلها نصب بنصب. بعد ما صارت كل هالأشياء معه الناس كانت متوقعة منه إنه تتغير شخصيته، ولكن اللي صار كل الناس اللي حواليه كانوا يقولوا إنه مبسوط ولا على باله شي، وعطول عم يمزح ويضحك ولا كأنه صار معه أي شي. بس اللي ما كانوا عارفينه الناس إنه هو بروس فعلا كان عم يتغير، ولكن بدون ما يظهر هذا الشي للناس. مو بس عم يتغير، كمان عم يخطط لخطط شريرة كتير. بحلول شهر أكتوبر من سنة 2008 بروس اشترى 5 أنواع أسلحة، وبعد الأسلحة اشترى بدلة بابا نويل. طبعا خلال هاي الفترة لسه قضية الطلاق شغالة، وفي يوم 18 ديسمبر من 2008 وصلت القضية لنهايتها، والقاضي خلى بروس يوقع على ورقة انه يعطي سيليفيا شيك بقيمة 10,000 دولار ويطلقها. والغريب انه بروس وافق ووقع على الورقة. وبعد تقريبا 4 أيام من الحادثة هي بروس بيركب سيارته وبياخد معه الأسلحة اللي اشتراها وبدلة بابا نويل اللي اشتراها، وركب سيارته وراح على بيت أهل زوجته سيليفيا. كانت ليلة كريسماس عندهم، يعني العيلة كلها مجتمعة، الجد والجدة والأحفاد وحتى الجيران. وقالوا انه عدد الأشخاص اللي كانوا بالبيت بيوصل ل30 شخص. لما وصل بروس على البيت دق الباب، فتحت له بنت صغيرة عمرها 8 سنين. أول شي عمله ضربها رصاصة بوجهها، ودخل على البيت وبلش يقتل كل الناس اللي يشوفها. طبعا في هاي اللحظة كل الناس اللي بالبيت دخلوا بحالة ذعر، واللي صاروا يركضوا ويحاولوا يهربوا. ولحسن الحظ انه ام البنت الصغيرة اللي فتحت الباب قدرت تاخد بنتها وتهرب من البيت. ولما طلعت من البيت اتصلت على الرقم 911 وبلغت عن الحادثة. مع انه بروس كان لابس بدلة على اساس انه متنكر، لكن الأم هي عرفت ملامحه وعرفت إنه بروس. وللأسف بهذا الوقت بروس ما اكتفى بالقتل وبس، كان جايب معه سلاح نار قاذف لهب. وبعد ما قتل الناس اللي بالبيت شغل قاذف اللهب وحرق البيت كله، وبعدها ركب سيارته وهرب. ولما هرب راح على بيت أخوه اللي كان معه مفاتيحه ودخل عليه. وبالوقت اللي دخل فيه بروس على البيت ما كان في حدا، لأنه أخوه كمان كان عم يحتفل بالكريسماس. ولكن لما رجع على بيته الساعة 3:30 الفجر انصدم بجثة أخوه داخل البيت، كان بحضنه رصاصة ومسدس. لذلك لما أخوه لبروس بلغ الشرطة ووصلت الشرطة على البيت عرفوا أن موته كان انتحار، يعني بعد ما عمل كل هالمصايب قتل حاله. للأسف بروس مات، يعني ما راح يقدروا يحاكموه على الشي اللي صار. وإذا كنت مفكر انه خلص انتهت القضية هيك بتكون غلطان. بروس كان صافي في سيارته قدام البيت، والشرطة عرفت انه هي السيارة اللي راح فيها على البيت اللي نفذ فيه الجريمة. فتحوا السيارة حتى يفتشوها وياخدوا منها الأدلة. أول ما فتحوها شافوا بدلة بابا نويل اللي كان لابسها، وأول ما حاولوا ياخدوا البدلة السيارة انفجرت. يعني بروس كان مفخخ السيارة، ولما حركوا البدلة السيارة انفجرت ودمرت كل الأدلة الموجودة فيها. عدد الأشخاص اللي ماتوا ببيت العائلة كان 9. أولهم زوجته السابقة سيليفيا، وأمها وأبوها واثنين من أخواتها الشباب وزوجاتهم، وأخواتها البنات وأختها وابن أختها. مع أنه بروس مات ولكنهم ما وقفوا التحقيق بالموضوع، وصاروا يفتشوا في كل مكان ممكن يكون فيه أدلة على بروس. ومن خلال التحقيقات وصلوا لنظرية بتقول أنه بروس ما كان مخطط ينتحر، لأنه شافوا قدام بيته في سيارة آجار مصفوفة غير سيارته، وكان فيها تذاكر طيارة ومصاري كتير. يعني قالوا أنه بروس كان مخطط يهرب برا البلد بعد ما يعمل هيك. ولكن لما أخذوا جثته للطبيب الشرعي اكتشفوا أنه مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بسبب النار اللي شغلها، وقالوا أنه على الأغلب بسبب الألم اللي كان فيه سبب الحروق، ما تحمل ينفذ خطته على الأخير ويهرب. وإذا راح للمشفى أو على أي مكان تاني رح يمسكوه وينسجن. لهالسبب قرر أنه ينتحر. طبعا هي كانت نهاية القصة، وإن شاء الله تكون عجبتكم.
وهي نهاية كل شخص سيء. نصيحة: الإنسان إذا عاش سوي بتكون حياته جدا أفضل. فالأفضل إن نعيش حياتنا بشكل طبيعي ونحاول نجتهد لحتى نكون أشخاص مثاليين، أفضل من إني نتجه لطريق الانتقام وطريق الجرائم وهالأمور هاي، ولو إني ما كان في يعني شي ينتقم منه. على كل حال وصلنا نهاية القصة، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وانتظرونا بقصة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.